هنا ما كانش قصدي بالعنوان اللي انت قريته الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، ولو انه بصراحة هو مضر ببعض الاشياء، لكن انا قصدي الناس اللي بتستعمل الذكاء الاصطناعي. انا ما عنديش فكرة هتكلم في الفيديو ده عن ايه بصراحة، لان ما بحضرش ولا بكتب سكريبتات ولا كل الكلام ده، لكن ادينا هنشوف الكلام هياخدنا على فين. ساعات بقعد اقلب كده فشفت فيديو، لو عرفت احطه هحطه، ما لقيتهوش خلاص، يعني المهم الفكرة مش مهم الفيديو اوي. باين قوي ان هو معمول بالذكاء الاصطناعي. الغريب ان انا فتحت الكومنتات لقيت الناس قليل، يعني في ناس قايلة ان ده AI، بس في ناس مش مستوعبة ومصدقة ان هو فيديو حقيقي، لان كان اللي منزل الفيديو بيدعي ان هو فيديو حقيقي. فالناس في الكومنتات لقيت ان في ناس مصدقة، فده نوعا ما شيء يخوف، لان الذكاء الاصطناعي اولا لسه بيتطور. فانت ممكن قدام يتعمل فيديو لأي انسان بأي حاجة ايا كانت، والناس تصدق عادي، محدش يفكر ان هو يتحرى هل ديت فيديو حقيقي ولا لأ. بيدخل دماغه اي حاجة، حقيقي مش حقيقي مش فارقة معاه. فالنصيحة اللي أنا ممكن انصحها لك في الفيديو ده لو انت شفته، انك انت مش اي حاجة تشوفها على السوشيال ميديا تاخدها ان هي مظبوطة. حتى فيديوهاتي متاخدهاش مظبوطة 100%. لازم تراجع على المعلومة، على الفيديو، على الصورة، على أيا كانت، لأن ناس كتيرة بتشير معلومات غلط. لو أنت شفت فيديو ولا صورة وخدتها سكرين شوت وبعتها لل AI نفسه هيقولك إذا كانت حقيقية ولا لأ. غير كده بقى إنها بتبان دي حاجة مش عقلانية، تلاقي إيده بايظة، تلاقي مش عارف إيه، بتبقى باينة. طبعا أظن إن أنت لو شفت الفيديو ده فأنت من الناس اللي بتعرف تفرق بسهولة إذا كان ده فيديو AI ولا لأ. ده كده باتكلم بقى بشكل عام. تحرّى المعلومات اللي أنت بتشوفها على النت، تحرّى كل حاجة بتشوفها على السوشيال ميديا، علشان مش كل حاجة بتشوفها صح.